مرحبا. ما بعرف اذا الكل امبارح حضر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي او مانشستر سيتي وليفربول بكأس الرابطة، اللي فاز فيها فريق جوارديولا وخرج ليفربول اللي هو حامل اللقب. آه، مش انا هيدا الفيديو مش لأحكي كثير عن الماتش، ولكن في شيء مفترض نناقشه سوا، هو موضوع داروين نونيز. للأمانة في عنا شوية هيك أفكار متناقضة جدا حول داروين نونيز. أحيانا بتلاقيه بيكون الفريق بوضع سيء، بيدخل بسجل هدف هدفين بيعمل اسيست، بتحس انه اجره حلوة على المرمى. بالمبدأ خلينا نتفق انه هو لاعب بوكس، يعني مش لاعب مش من نوعية اللاعبين اللي تقنيا عنده القدرات اللي بتخليه يجري بالكرة مسافات. واحيانا مثل امبارح آه، بضيع لك 4 أهداف بمواجهة المرمى، أو على الأقل 3 من يعني فرص من شأنها تنهي ماتش. طبعا هلا هيدا الفيديو مش لنلومه أو لنقعد نكسر فيه مثل ما بقولوا، بقدر ما هو إنه يحاول الواحد يفهم شو اللي ممكن يخلي فريق مثل ليفربول، او مش فريق مثل ليفربول، شو اللي ممكن يخلي حدا مثل داروين نونيز يكون موجود بليفربول، وهل هو يستحق انه يكون موجود بليفربول بهيدا الثمن 100 مليون، او في شيء مش مفهوم يعني بهيدي السلسلة في حلقة ناقصة. ما في شك لانه البعض بيقول لك انه على شوية وقت بلد جديد، لاعب صغير بالعمر، بكره بس يكتسب الثقة رح ينفجر. ممكن. ما فينا يعني في كتير نماذج بعالم كرة القدم بتخليك احيانا تصبر على انك تعطي احكام على لاعبين. واحد منهم مثلا كريم بنزيما. ما بعتقد طبعا كريم بنزيما ما كان سيء وتحول الى لاعب جيد، ولكن ما في شك انه كريم بنزيما من 10 سنين للخلف، 10 12 او اول يعني بفترة اول قدومه لريال مدريد، ما بعتقد اعطى انطباع لاحد على الاقل لإلي انه ممكن ينفجر بهيدا او ممكن يتحول لهيدا اللاعب ليوصل لبالون دور. كان عنده هامش تطور ما في شك، بس مش لدرجة بالون دور. نونيز بتسأل حالك انه خيي اذا هيدا تأقلم و... واستعاد او كسب الثقة، لاعب صغير نضج شوي بعد فترة معينة، هل ممكن ينفجر؟ ممكن، بس انا شخصيا ما عارف هيدا الانفجار من وين بده يطلع، لانه في مؤشرات، دائما في مؤشرات. مفترض هو لاعب بوكس، اذا هو لاعب بوكس على الاقل الفرص اللي اضاعها امبارح مفترض يسجل منها على الاقل هدفين، لانه مش فقط مجرد عدم توفيق. احيانا بتضيع فرق يعني. اللي صار له فتره طويله بهيدا المجال بيقدر يفرق بين عدم التوفيق للاعب ولفريق، وبين مشكله امكانيات او مشكله ثقه. واضح انه مشكله امكانيات وثقه اكثر ما انه مشكله عدم توفيق، لانه من شكله هو رايح على المرمى تشعر انه عم يبحث عن زميل دائما، هو منفرد، بينما اللاعب الهداف يعني عم يتجنب انه يروح يسدد على المرمى لانه مش متاكد انه حيسجل. وهيدي ظاهره مش كويسه للاعب المهاجم اللي عاده بيكون اناني. اضف الى ذلك في كرة كانت على الجهة اليمنى، كان عنده مسافة يركض 1 على 1، هو لاعب سريع ولكن تقنيا ضعيف. يعني الكرة بين أقدامه ليركض مسافة معينة، ما عنده هيدا الكوردينيشن إذا بسموه. في ضعف تقني واضح باللاعب. عنده شوية نقاط إيجابية. سريع، شفنا هيدا الشيء واضح بعتقد بأسست صلاح إذا ماني غلطان. سريع، ارتقاؤه منيح، الورك ريت عنده عالي، ولكن انا دافع اخر شيء دافع 100 مليون بمهاجم. يعني مش دافع 100 مليون. انت بتدفع 100 مليون لمهاجم ليجيب لك 30 هدف بالموسم، مش ليعطيك ورك ريت، مش بس ليكون عنده سرعه. في امور يعني جايبه لسجل اهداف باختصار عشان ننهي نقطش هيدا الجدل.
وواضح انه رقم مبالغ فيه، خلينا نعترف مبالغ فيه بصرف النظر اذا قد إيه عنده هامش تطور لاحقا، ولكن واضح انه الرقم مبالغ فيه. هذا شيء بياخذني انه ليه احيانا الجمهور ببالغ بمديح بعض اللاعبين، يعني بتصير مفهومة. كمان هذا من الامور اللي فيها تناقض بالنسبة لي شخصيا. امبابي، ميسي، كريستيانو رونالدو، نيمار، رونالدو البرازيلي، هول اللاعبين تصبح قيمتهم. يعني امبارح الكرات اللي اضاعها نونيز كان ممكن فرضا لو ميسي او لو كريستيانو من فترة قبل انفرد بالمرمى بهول الفرص كان سجل 3 اهداف. كان سجل 3 اهداف، وكان الجمهور اللي مش من مشجعين هيدا اللاعب اللي سجل قالوا لك فرص سهلة. هو صح فرص سهلة، بس انت مطالب تسجلهم، انت مش مطالب تضيعهم. فلهالسبب انه في باوروبا لاعبين عم يندفع فيهم ارقام غالية واصلين لاندية كبيرة، وبنفس الوقت مش عم ينجحوا انهم يقوموا او يحققوا نصف ما حققوا هؤلاء النجوم العباقرة اللي رفعوا الستاندردز لصرنا بوقت معين نشوف اذا عملوا شيء، اذا سجلوا هاتريك بنسميه هاتريك ضعيف انه ما في بقلبه مجهود. بينما هناك لاعبين موجودين باوروبا بهذه كبيره، يعني مطلوب منهم يعملوا 50% او اقل كمان من اللي عملوا النجوم، وما عم ينجحوا بهذا الشيء. ف مشكله برايي، يعني فكره تقييم داروين نونيز، يعني ما بدك تحطه لداروين نونيز مع هالاند مع مبابي، خلينا نحكي عن اللاعبين اللي بعمره، شو تصنيفه؟ جايب لاعب بهذا الثمن، في حلقة ناقصة مخليتك ما تعرف هيدا اللاعب تقيمه بشكل مزبوط. ولكن حتى ما نحكم عليه بشكل مسبق، واضح انه الرقم مبالغ فيه. واضح انه حتى يعني نحن كمتابعين، يعني لما كان يلعب مع بنفيكا ويجي يلعب امام ليفربول تشعر انه مهاجم مرعب. لما بصير يلعب بالفريق اللي انت بتشجعه، او مش ضروري بتشجعه، لما بتصير بتحضره ويك ان ويك اوت مثل ما بيقولوا، تصير تشوفه كل اسبوع مرتين بمباراه، بينكشف اكثر قدامك. واضح انه ما بدي اقول الجمله احسن ما تطلع شوي ظالمه، نقول باللبناني اكل الضرب ليفربول. ولكن ما في شك انه اساء التقدير على الاقل لهلا. كان منتظر، يعني ما بعتقد اندفع فيه 100 مليون ليقدم اللي عم بقدمه خلال هيدي الفترة. أكيد كلوب كان منتظر شيء مختلف كليا عن اللي بقدمه.